وسهلا فيكم في أكلة وضحكة. مين فينا ما بيحبش ريحة الكيك وهي لسه طالعة من الفرن؟ النهاردة هنعمل كيكة ناعمة وهشة وطعمها خطير. استنوا معايا، هنعمل الكيكة خطوة بخطوة، وصدقوني اللي هيدوق الكيكة هينبهر من طعمها. يلا نشوف المكونات ازاي. أول حاجة أنا كل اللي بستعمله كوبايات المعيار أو المعلقة بتاعة المعيار. هقول المقاسات على هذا الأساس. بصوا بقى، هناخد كوبايتين ونص دقيق، كوباية سمنة بلدي، عايزة زبدة براحتك، عايزة الاتنين على بعض، عايزة زيت بس براحتك. أنا بحبها بالسمنة بيبقى طعمها لذيذ. معلقة كبيرة من كل حاجة، بيكنج باودر، فانيليا سايلة، خل. ما تخافيش، بيخلي الكيكة تروح في حتة تاني، مش هيغير طعم حاجة، ما تخافيش. وانا عندي قشر برتقان، اي برتقان بقشره واسيبه كام يوم لغايه ما ينشف وبطحنه واستعمله في الحاجات دي. ادي معلقه كبيره قشر برتقان، وغليت شويه ميه قليلين وحطيتهم وقلبتهم، سبتهم لغايه ما هديوا. منها اخد الطعم كامل، وفي نفس الوقت اخد اللون ده لما ينزل على الكيكه هيغير لي لونها، هيديني لون حلو. كوبايه الا ربع قشطه، القشطه السايله، ونص كوباية لبن، وآخر حاجة في مكوناتنا كوباية ونص سكر. يلا هنجيب العجان. ينفع تشتغلي عجان ماشي، خلاط كهربائي ماشي، الخلاط اليدوي ماشي، الخلاط اللي هو بتاع زمان دي، كله شغال. في النهاية كله هيدي نفس النتيجة الحلوة دي. يلا هجيب العجان ونشوف ازاي هنبتدي. ودلوقتي انا هحط السمنة كلها. ادي حطينا السمنة، وهنحط السكر، وهنضربهم على سرعة قوية، وهنستعمل الكف ده مش أقل من ربع ساعة، 10 دقايق ربع ساعة على سرعة قوية جدا لغاية ما يعمل فوم. وطبعا لازم خلال ال10 دقايق أو الربع ساعة دول الحواف دي اللي على الحروف لازم أخلطهم ببعض، ونرجع نشغل تاني. ودلوقتي بعد ما ضربتها بتاع 10 دقايق على سرعة قوية، هعمل ايه؟ جبت الطبق اللي كان فيه الفانيليا، هنكسر فيه بيضة بيضة وننزلها، وبس يختفي ننزل التانية التالتة لغاية ما نخلص ال5 بيضات. هنحط ادي اول بيضة، ننزل اول بيضة مع الخل، ادي الخل، نضرب على سرعة قوية. ودلوقتي بعد ما ضربت ال5 بيضات، بصوا بقت عاملة ازاي. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هنحط بقى السوائل، الدقيق والبيكنج باودر ده اخر حاجة. دلوقتي هنعمل ايه؟ هنحط ال3/4 كوباية قشطة، والنص كوباية لبن، وكمان قشر البرتقان اللي احنا عاملينه ده، بيدي لون ونكهة وريحة جميلة. جربوها. وهنرجع نضربه دقيقتين 3 كده على سرعة قوية. ودلوقتي بعد ما ضربناها دقيقتين، بصوا بقت خلاص زي المية، رجعت مية تاني. دلوقتي هنحط الحاجات الجافة، وغيرت الكف. بصوا بقى، انا ما رضيتش احط البيكنج باودر على الدقيق، لان انا يمكن ما استعملش كل كميه الدقيق، لكن عايزه اخد كل كميه البيكنج باودر. فاحنا هنعمل ايه؟ هنحط البيكنج باودر كله، وهنحط شويه شويه دقيق، وهنعمل على سرعه هاديه، مش عايزين بقى ايه سرعه قويه. خلاص غيرنا الكف، حطينا ديه، وهنحرك بالراحه، وكل شويه ازود لغايه ما اوصل للقوام اللي انا عايزاه اهو. ودلوقتي بعد ما حطيت الدقيق، شايفين اهو، انا ما استعملتش الكوبايتين والنص كلهم، لقيت ان ده القوام اللي انا عايزاه. عشان كده دايما نقول البيكنج باودر يتحط في اول شويه مع الدقيق اللي بينزلوا اول مره، ما يتحطوش على الكميه كلها. وبرده اتاكدت ان ايه، في اتجاه واحد طبعا، تتاكدي ان الدقيق من تحت خلاص كده.
اهو في شوية كده بنعملهم بالراحة عشان ما نطلعش الهواء اللي دخل، عشان تطلع هشة. دلوقتي انا جبت صينية ودهنتها سمنة وطبقة دقيق خفيفة جدا، بلاش تكتروا عشان بعدين لما تستوي ونيجي ناكلها ما يبقاش فيها طبقة دقيق جامدة من تحت، يا دوبك حاجة خفيفة. دلوقتي هنعمل ايه؟ دلوقتي هنصب كل الخليط، شايفين ازاي؟ ودلوقتي بعد ما صبينا العجينة في الصينية بنخبطها كده كذا تخبيطة عشان ايه؟ تطلع الهواء منها. دلوقتي هنسخن الفرن على 360 درجة فهرنهايت، هنسخنه، وأول ما يوصل للحرارة المطلوبة هناخده وندخله الفرن. هندخله من 40 ل 45 دقيقة، ما تفكريش أبدا تفتحي عليها قبل 40 دقيقة. طب بعد 40 دقيقة هنجيب سكينة نختبر العجين، هنحط السكينة في العجين، لقيناها طلعت نظيفة خلاص. بس لو وشها لسه محمرش سيبيها شوية كمان، بس عينك عليها. ولو لقيتي لسه ني سيبيها كام دقيقة كمان. وبعدين لما تستوي تقفلي الفرن وتفتحي سنة الباب، اوعي تطلعيها مرة واحدة عشان ما تهبط. بصوا لونها جميل ازاي من قشر البرتقال. يلا بينا نحطها في الفرن. هنجرب الكيكة سوا. ثواني بس اثبتها. بصوا ازاي بتنزل بصوا هشة ازاي، ريحتها بتجنن. انا بس عايزه اوريكم هشه ازاي اهو. اتفرجوا، بصوا اللون، بص هشه ازاي، عامله زي الاسفنج، جميله، جربوها. شايفين الجمال؟ شايفين الكيكه الهشه؟ شايفين لونها ذهبي ازاي؟ تحفه، ولا ريحتها بتجنن.